العيد قرب ومازال حيره شنو غتوجدي العيد. اجي لاله نوجد انا وياك هاد الحلوه ديال الكوك والسميده اللي كتجي ناجحه ومعلكه مشقه كما واضحه في الصوره، واللي ضاقه عندك غادي يطلبك على المقادير. ثقي بيا هاد الحلوه ما كتخطانيش، انا ناجحه 100%. ندوزو على بركه الله نحضروها. هنا بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا معايا هذوما المقادير اللي غادي نحتاج. كنحتاج 8 ديال البيضات. الا بغيتو ديروا كميه قل كتنقصوا الكميه. انا هنا درت 8 البيضات، بدي ديري كميه قل دير 4 البيضات. كنضيف مع 8 البيضات نص كيلو ديال السكر كلاصي. انا هنا ما درتوش كامل باش ما تجينيش حلوه بزاف، كنقص واحد الكاس تقريبا ديال السكر كلاصي كنقصو. كنضيفي 2 معالق كبار ديال مربى المشماش. مربى المشماش ضروري البنات حيت هو اللي كيعطيها التعليكه. كنضيف نكهه ديال الليمون، هذيك بواطه ديال 5 دراهم كامله في هذه الكميه. كنتو غديروا 4 البيضات كتضيفي معلقه ديال نكهه الليمون، كتضيفي معلقه ثاني ديال مربى المشماش. المهم ديما كتنقصي المقادير بالنص. ثم كنضيف 2 كيسان ونص ديال الزيت. بعد ما خلطت مزيان العناصر الاولى كنضيف 2 كيسان ونص ديال الزيت. درتي 4 البيضات كديري كاس وربع ديال الزيت. كتخلطوا مزيان البنات. كتضيفوا نص كيلو ديال الكوك. يكون نوعيه ممتازه. الكوك الميدم هو من اسرار نجاح المعلكه الكوك والسميده. الكوك يكون نوعيه ممتازه ميدم. كتضيفوا معاه 4 المعالق ديال الدقيق الابيض وجوج خمارات من فئه 8 غرام، ثم 700 غرام ديال السميده الرقيقه. مهم طريقه واضحه، وانا مع الطريقه عطيتكم المقادير مضبوطه. نص كيلو الكوك، 4 معالق كبار ديال الدقيق، 700 غرام ديال السميده الرقيقه، وجوج خمارات من فئه 8 غرام. صافي البنات هذا هو القوام ديالها. خاصها تجي بهذا الشكل معلكه، ما تجيش ناشفه. الا جاتكم ناشفه في الخليط عرفوها راه غتجي كالحجر. المهم خاصها تكون معلكه بهذه الطريقه، وانا غنوريكم الطريقه كيفاش كتكوروها. ما كتكركبوهاش البنات حتى كتجمع من الداخل، لا كتهزوها بحال بغيتو تلقموا شي لقيمه. صافي وكتدوزوها في سكر كلاصي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هاكا هي الطريقه ديالها الصحيحه. صافي كتكون الفران شعلتوه على عافيه ناقصه، كتخليوه يسخن شويه، كتدخلوها الفران لتحت حتى كتشقق والعافيه فوق منها. صافي وكتطلعوها الفوق ما كاملاش 5 دقائق كتخرجوها. ملي كتبان لكم في الفران باقا ما قابطاش في راسها عرفوها غتخرجوها غادا توقف. المهم لتحت حتى تشقق والفوق طلعوها تكمل طيابها 5 دقائق وبصحه وراحه. وهذا هو الشكل النهائي البنات. بالنسبه للسكر كلاصي البنات يكون سبيسيال، ضروري يكون سبيسيال. ومربى المشماش ضيفوا 4 المعالق البنات غلط 2 معالق بالنسبه ل4 البيضات.